لله الحمد لله العليم الحكيم القائل في القرآن الكريم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وصلى الله وسلم على صاحب القلب السليم والخلق الكريم والقول والفعل القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أتم على محمد النعمة وآتى لقمان الحكمة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة وكاشف الغمة. أما بعد فيا من كنتم للناس خير أمة، قد جمعت لكم كنوزا من الحكمة أنثرها عليكم، فاجمعوا منها ما شئتم واحفظوا منها ما شئتم واعملوا بما فيها ما وسعكم، عسى الله أن يرحمنا ويرحمكم. قيل أن داود عليه السلام سأل ربه قال: يا رب كيف أصل إليك؟ قال: يا داود اترك نفسك وتعال، اترك نفسك وتعال. اترك نفسك يعني اقطع شهوتك، اترك نفسك أي حررها من قيود شهوتك، ومن حرر نفسه من شهواتها وجدها، ومن قيدت نفسه شهواتها لم يجدها وخسرها. وماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله؟ ما ينفعك يا ابن آدم لو ربحت العالم كله وخسرت نفسك؟ قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها، ولذة المعاصي تذهب ويبقى عقابها أي عذابها. واعلم أنه ليس الله من عذبك، بل أنت من عذبت نفسك. قال جل شأنه: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، في فحواها وما عذبناهم ولكن أنفسهم كانوا يعذبون. من عاش لا يسمع ولا يعقل ولا يبصر سوف يحشره الله كذلك جزاء وفاقا، فهي صفتك تلازمك. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إن لم تبصر الحق في الدنيا، إن لم تعقل الحق في الدنيا، إن لم تستمع للحق في الدنيا، فيوم القيامة تحشر كذلك جزاء وفاقا. اعلم يا ابن آدم أن قلبك الذي في صدرك حرام محرم. القلب هذا الذي في صدرك حرام محرم، تقوم عليه الأسوار، ولا يستطيع الشيطان أن يدخله إلا إذا فتحت له أنت بابك. أبواب قلبك أتدري ما هي؟ هي عينك ولسانك وأذنك وفمك. قال ربك: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. لا تعلم أيها الإنسان ما الذي يدخلك جنة ربك بعد رحمته. أهي ركعة أم صدقة أم سقيا ماء أم حاجة مؤمن قضيتها أم كلمة طيبة أم ابتسامة أم تسبيحة أم تهليلة أم تحميدة أم تكبيرة، إنك لا تدري يوم القيامة، فيوم
أو النظرة أو الغمزة أو الهمزة من المهلكات. المغتاب يغتاب الناس وتذهب حسناته إلى غيره، والبخيل يجمع المال ويذهب ماله إلى غيره ككلب الصيد. تعرفون كلب الصيد؟ كلكم يعرفون، يصطاد وصيده إلى غيره. والسمكة لا تفتح فمها، أو التي لا تفتح فمها لا يصيدها أحد. فأغلق فمك، أغلق فمك. فالصيادون قد رموا خيوطهم ليصطادوا ما تنطق به. أيها الإنسان، امسك اللسان أو أمسك اللسان وقل: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم. قيل في هذا: لسانك لا تذكر به عورة امرئ. علاش؟ فكلك عورات وللناس ألسن. وعيناك إن أبدت إليك معايبا فتحها وقل يا عين للناس أعين. أيها المؤمن، احمد الله على كل حال. تعلم، درب نفسك على أن تحمد الله على كل حال. قال رجل لصاحبه وهو يتأمل في القصور: أين نحن حين قسمت هذه الأموال؟ والعياذ بالله من هذه الكلمة. رأوا القصور والدور الشاهقة. قال له لعله مازحا: أين نحن حين قسمت هذه الأموال؟ صاحبه رجل عاقل أخذ بيده إلى المستشفى. قال له: يا صاحب، أين نحن حين قسمت هذه الأمراض؟ إذا أتعبك ألم الدنيا فلا تحزن، فربما أحب الله سماع صوتك وأنينك وأنت تدعوه. لا تنتظر السعادة حتى تبتسم، ولكن ابتسم حتى تكون سعيدا. لماذا تطيل التفكير؟ والله ولي التدبير. لا تقل أن الدنيا أعطتك ظهرها، ربما أنت الذي تجلس بالعكس. اعلم أن أجمل الأرزاق، هذه الكلمات تطيب النفس وتشرح الصدر، تطيب الخاطر. اعلم أن أجمل الأرزاق ليس رزق المال، ليس رزق المال والله، بل أجمل الأرزاق، أعددها معي وفرها: سكينة الروح، نور العقل، صحة الجسد، صفاء القلب، سلامة الصدر، سلامة الفكر. أجمل الأرزاق دعوة أم، رحمة أب، وجود أخ، ضحكة ابن، اهتمام صديق، دعوة محب في الله، وزوجة صالحة. صاحب الصالحين فإنهم إذا غبت فقدوك، إذا غبت فقدوك، وإذا غفلت نبهوك. هم كالنجوم إذا أبحرت سفينتك في بحر الحياة أرشدوك. يكفيك أنهم في الله أحبوك. أقول 4 قواعد اجعلها أساسا لحياتك. لا تتغير لإرضاء الناس، لا تتلون لنيل إعجابهم، ولا تتذلل بسبب فشل، ولا تتكبر بسبب نجاح. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والعجب والزهو والفخر والرياء والخيلاء. أقول
ما تسمعون واستغفر الله إنه هو الغفور. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. يا ابن آدم، عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، امتلك ما تمتلك فإنه للتراب، اعمل ما شئت فإن عملك صاحبك. هي حقيقة ظاهرة مؤكدة، ومع ذلك الكل يعيش ويتصرف كما لو أنه سيكون من الخالدين. ولهذا يكذب من يكذب، ويسرق من يسرق، ويخدع من يخدع، ويقتل من يقتل، ويطغى من يطغى. الأغلبية، أقول الأغلبية تعرف كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تلبس، كيف تلهو، كيف تتنزه. الأغلبية تعرف هذا، لكنها لا تعرف كيف تفكر. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هم البطن. مسائل المعاش يمكن الرجوع فيها إلى رأي الأغلبية. أما الحقيقة، أما إدراك الحقيقة فهي من مواهب الصفوة، وليس هذا احتقارا للأغلبية، ولكن الله يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولكن الله يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعليه اغدو يا ابن آدم، اغدو يعني كن أو صر، اغدو عالما، فإن لم تكن عالما اغدو متعلما، ولا تغدو إمعة تجري معه. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. عالم واحد، متعلم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. ولذلك موت العالم كله أهون من موت عالم واحد. موت العالم كله أهون من موت عالم. موت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد. موت العالم نجم أفل. أيها المؤمن، الذي أدخل يوسف عليه السلام السجن جماله، والذي أخرجه من السجن علمه. لهذا قيل: رأس مالك هو علمك، وعدوك هو جهلك. ومن فتح مدرسة أقفل سجنا، ومن ترك النفس بلا علم كمن ترك المريض بلا علاج. أيها المؤمن، لا تطلب العلم رياء، ولا تتركه حياء. والعلم دون فضيلة، يعني دون أخلاق، سيف الشيطان. هذه مكررها: علم بلا خلق، علم بلا تزكية، علم بلا فضيلة، سيف الشيطان.
ورحم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إذ كان يقول إن للعلم طغيانا كطغيان المال، فكما يطغي المال أناسا كذلك العلم يطغي أناسا ولا تتعجب. كلما ازددت علما كلما ازددت تواضعا. ملء السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. أيها المؤمن، حاجتك للطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجتك إلى العلم بعدد أنفاسك، وإن شئت أو استطعت أن تعد أنفاسك فافعل. حاجتك لتعلم مسائل الدين بعدد الأنفاس التي تتنفسها. أما الطعام والشراب فمرة أو مرة. أختم وأقول: لسنا محتاجين إلى كبير من العلم أو كثير من العلم، ولكننا محتاجون إلى كثير من الخلق الفاضل. الناس إذا أعطوا العلم ومنعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا بالأرحام لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ردنا إليك يا ربنا ردا جميلا. اللهم قو إيماننا يا ربنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، ورضي عنا الوالدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.